اليوم رجعت من الشغل واني كل اللي ببالي اريد اسوي خبز عروق، يمكن لانه كان اكو نية بقلبي انه ابلش رجيم. فهسه طبعا بما انه نويت فكل الاكلات ذات السعرات العالية راح تجي على بالي اسويها. سويت خبز العروق بالفرن وطريقتي راح اشوفكم اياها شقد سهلة وبسيطة وتطلع كلش مضبوطة. فتعالوا اشوفكم طريقتي شقد سهلة وبسيطة وخلوا الرجيم الاهل الرجيم، بلا دايت بلا وجع قلب. راح أشوفكم إياها بالمقادير اللي هي سوت لي كمية كلش حلوة. أول شغلة راح أحط كوبين مي دافي، وبعدين أثناء العجن أشوف إذا هحتاج أكثر مي لو لا. حطيت وياها ظرفين خميرة فورية ويا رشة شكر ونخلطها كل زين ونتركها إلى أن تتفاعل الخميرة. بهالأثناء دا أشوفكم هنا الورد اللي اشتريته قبل كم يوم شلون فتح وصار شكله يخبل. أحلى شي بالبيت هو الزرع والورد. هنا أنا بعد ما تفاعلت الخميرة راح أبلش أضيف الطحين. حطيت 3 أكواب طحين أبيض وكوبين طحين أسمر. راح نعجنها ويا المي كل زين طبعا ونحط لها رشة ملح، وبعدين نشوف إذا تحتاج بعد مي لأنه كل طحين وحسب كمية المي اللي يحتاجها. تمام هيجي؟ أوكي. أنا هنا ضفت فوق المي اللي أنا استعملته 3/4 كوب مي. راح أغطي عليه وأتركه يتخمر بوحده، وبعدين أسوي الخلطة مال العجين أو سوري اللحم، وبعدين بعد ما يختمر العجينة أضيف الخليط مال الخضروات واللحم على العجينة. هنا أنا عندي بصل أخضر، وهنا أنا استعملت الخراطة اللهلوبة اللي قلت لكم عليها بالفيديو السابق، اشتريتها من شي إن. طبعا طلعت رهيبة. فهو البصل الأخضر ويا طماطة ويا المعدنوس أو البقدونس ويا تقريبا كان هذا 700 غرام لحم. أنا استعملت هواية لحم، أدري يعني أكو ناس يستعملون أقل، فأنتوا براحتكم حسب كمية اللحم المتوفرة عندكم. وحطيت وياها بهارات كركم وكاري وكمون وملح، وكالعادة نسيت الفلفل الأسود، ما أعرف ليش صايرة أنسى. المهم انتوا لا تنسوا، حطينا الملح وحطيت فوقها شوية زيت زيتون تقريبا 3-4 ملاعق. اكو ناس طبعا تضيف اللية ويا اللحم، بما انه انا ما متوفرة عندي اللية فحطيت لحم دهين. بس اذا توفرت العادي يعني اللية حطوا يعني عادي طز بالرجيم. بعد ما تختمر العجينة راح أضيف الحشوة فوقها وأعجنها همتين عجنة زينة، وبعدين أتركها ترتاح أقل من 10 دقائق، ووراها أبدي أسوي الكرات أو أشنقها. جبت صينية وحطيت عليها كمية زينة من الطحين، وبعدين إن نجيب العجينة اللي هي تكون طرية كلش صارت وياي، ما نريد تكون قوية ولا سائلة فد مرة، تكون طرية بحيث نقدر نسوي من عندها هاي الكرات. وراها غطيتها بورق خبز، وبعدين حطيت عليها قطعة قماش نظيفة. بهالأثناء أكون فاتحة الفرن على درجة حرارة كلش عالية وحاطة الصينية بيها، وراح أستعمل هنا أنا ورق الخبز على مود يسهل علي أدخل القطع الخبز هذه بالفرن. فمثل ما تشوفون أخذت واحدة من عندهن وفتحتها على ورق الخبز، وبهالطريقة راح أطلع الصينية الحامية هاي حامية كلش، وأحطها يعني أجر الورق الخبز بهالطريقة كلش سهل يصير عليه، وأدخلها رأسا بالفرن وهي تستوي براحتها. وخلاص هي راح تاخذ لها كم دقيقة بالفرن، راح تطلع هيك مستوية. ورق الخبز هذا طبعا أشيله أذبه، وبعدين أحط اللي بعدها نفس الطريقة أكررها. يعني استعملت تقريبا يعني فد 10-12 قطعة ورق خبز، بس هي هاي تسهل علي. طريقة سهلة وسريعة ونظيفة ما توسخ لي أي شيء، وصينية ورا صينية إلى أن تكمل الكمية كلها. شوفوا شلون شكلها طلعت بالنهاية تخبل، ناقصها بس شاي مهيل. قولوا لي أنتو شنو طريقتكم بخبز العروق، ويا شنو تاكلوا، ويا جبن ويا خضرة ويا شاي، شو يعجبكم وياها. شوفكم على خير، باي باي.